اول شيء بقوله، اول شيء احب التفاعل اللي انت فيه، احب تفاعلكم معايا، وانا برضو يعني ابغى اتفاعل معاكم. لكن الاسئله يعني ليه نوع جوالك؟ يعني حتكتشفني يعني لما تعرف نوع جوالي؟ ولا اللي بيسالني يقول لي ايش اللي انت لما تجيني وتقول لي ايش اللي ارجع اقول لك ايش اللي رده فعل مو سؤال. والناس اللي بيقولوا انت ما تتقبل النقد واللي بيته من حجر لا يرمي الناس من قزاز. طيب اوكي، اعلان كل شخص يجيب كاميرا ويطلع ويستلم بدر صالح. ابغى اشوف افضل واحد فيكم يقدر يقلد ويتريق ويحش، بدل ما تجي تكتب لي كومنت كذا وما ادري ايش وانت سامج وانت ما ادري. لا، ابغى اشوفك تحشني، ابغاك تقطعني، ابغاك تبهدلني، ابغاك تدمرني. ايش اللي نيكست؟ اليوتيوب قالب نار، شاب نار على موضوع منال الشريف، قيادة المرأة للسيارة. صار الناس بينزلوا فيديوهات، في اللي زعلان، في اللي ضد، في اللي مع، في اللي متحمس كذا وداخل ويجب أن وما يجب أن. في ناس يقول لك لا أبدا. النساء هذول اللي يبغوا يسوقوا يعني ما جاب بالهم إنهم يدخلوا على اليوتيوب مثلا ويشوفوا الأصناف الغريبة اللي ممكن تسوق جنبهم، متزلجين على الأسفلت. كنت ماشي مرة مستعجل، جاي ابغى اصور ايش اللي يلا بسرعة انا متأخر على وقت التصوير وكذا وسرعة بيب. وفجأة كذا الاقي زحمة ما هي طبيعية، سيارات فوق بعض ماشية، خلاص صارت تطلع فوق بعض. السبب 2 عندهم هرجة، طالعين هادين بعض، وصار استنى يا شيخ اصبر يا ما شاء الله. كلنا مستعجل، انا بصور ايش اللي يا عمي، بصور ايش اللي، ايش اسوي مثلا؟ اضغط زر مثلا سيارتي حتقلب هليكوبتر. اتمنى والله النساء يعني ما ولا ذاك اليوم لحد ما شفته وديك اللي كانت اتمنى انه الحريم ما يسووها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى الفيديو هذا يوصل منال الشريف. قيادة المرأة للسيارة قوية شوي، ما تخش العقل. الله أكبر يا ملكة جمال العالم. الحين إذا سكت السيارة يعني ما راح نتحرش. أنا أول واحد باجي أتحرش ببناتي إذا ساقوا سيارة، والله لا تحرش. لا شيخ، لا الله يخليك، والله لا تحرش، لا يرحم أبوك، والله لا تحرش، الله يخليك. لا يا أخي ما ينفع معها. وخ مسمي نفسك مذيع، الله اكبر عليك يا احمد الحامد المصور برهومي. ماني شايف اي مصور، باين انك ماسك اللابتوب وانت اللي بتهزه، وقال لك اقناع انك ترجع ما ترجع. ماني فاهم مين اقنعك ولا مين اللي قاعد يصورك يا ابني. وبينت علينا ايش قصه الالوان اللي كيف الوان الطيف هذه لما تعصب. يعني الواحد لما يعصب ما يقلب قوس وقزح، احمر يعصفي اصفر كيا، هذه العصبيه اللي زي كيا، هذه عصبيه. اما تقول لي هذا مره ما هي عصبيه يا استاذي، هذه تميله اسمها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله ابتدي هالفيديو هذا ان شاء الله. وتالله بالله ان ذبيحتكم عندنا الليلة مير لا تقولون الا تم يا اخوان. يقولون ان المرأة ما تسوق في مجتمعنا، وراه ما تسوق المرأة في مجتمعنا، ورا ما تسوق يا اخوي، وتفحط على قلوبنا يا اخوي. ايش دخل امكم يا اخوي ما تسوق يا اخوي؟ قالوا يقولون عرفين، واحنا عندنا عرف، عندنا زبالة يا راجل. انا كرجل يا اخوان، رجل مهتم جدا في قضايا المرأة، انا مستعد اني اخرج مع كل فتاة في سيارتها من اجل ان اتم سلامتها، اضمن سلامتها. نعم، يجب ان نتلمس هذه النتوءات الجميلة. يجب ان خلف المقود. بني ادم ده ضايع وضيعني معاه، يجب ان خلف المقود. شلي يا عمي شلي، جيب لي جمله افهمها. 8 دقائق ما فهمت منك شيء. انت ما صرت فاهم انت بتتكلم عن قياده المراه ولا العرف ولا اللي يشبك البنات تنوعات ولا جمله مفيده يرحم امك. في نقطه مهمه، يعني الرجال بينوه بيقول الشخص المهتم بقضايا المراه حيشبك مزز،
والرجل هذا جدا مهتم، هو مستعد شخصيا انه هو يعني يركب مع كل فتاة عشان يتاكد من سلامتها. هذا رجل جدا ضايع، متصور لي بطيحي وبجامه وفاتح الزراير ولمبه سهاري وعين على الدلع. يعني ايش اللي؟ لكن صاحب الراي الاقوى في القضيه كلها اللي ختم القضيه وانهاها كليا ميشو. هذا هو المشهد، فاذا حابين تشوفوه ما تشوفوه، لكن احنا ما يمدينا نعرضه عشان المشاكل. لكن ما دام يا جماعه ميشو قال لكم لا تسوقوا، اعتقد انه خلاص، اعتقد انه اكثر من كذا ايش؟ حاول انهي القضيه خلاص. كات. اليوم معانا تجربة نقلي بيض على الشمس. طبعا معانا هذه الصينية خليتها في الشمس حوالي يمكن ساعتين. طبعا حنخليها كم ساعة، نرجع لكم. رجعنا لكم بعد حوالي 3 ساعات. عندنا هنا البيض استوى، والله شوية فلفل بالعافية. 5 ساعات كان مداني شغلت السيارة ورحت بوفية الأمانة وطلبت 4 بيض كمان، حطيت كل شيء. ويا شيف سوسو مقلي يعني بالزيت مو بالشمس، يعني ما اعتقد ان يمدينا احط زبده هنا، احط كريم تشميس. بعد ما خلصنا 5 ساعات من الانتظار وكذا حطت بس فلفل بدون ملح. ما ادري مين يبغى ياكل بيض بالفلفل بدون ملح ومتشمس. ايش اخر مشهد جدا رائع من المبدع علاء وردي كذا. او راح كل اللي كان في بالي لما ابتسمت لي مولاي، كشعرتيني لما حكيتي ما قلت حبي زي إنسان. يا في النهاية يا جماعة لا تنسوا التحدي، سبسكرايب برضو، ارسلوا نفس الفيديوهات ايش اللي على نفس الايميل. بالنسبة للناس اللي اول مرة يتفرجوا عليا اتمنى ان هم يتفرجوا كمان على الحلقات الثانية، حينبسطوا مرة كثير معنا.